مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح الأنارشية. الأنارشية تعني الفوضوية وتأتي من كلمة الفوضى. هذا المصطلح يوناني ويعني اللا سلطة، ويرجح البعض أن جذور هذا المصطلح تعود إلى الفلسفة اليونانية الكلاسيكية، ويستخدم عندما يتم تعريف مفهومي الكون والفوضى، ويتم استخدام مفاهيم الفوضى والفوضوية كمفاهيم واحدة في بعض الأماكن، إلا أن الأنارشية ظهرت كنظرية وكوجهة نظر فلسفية وكهوية إيديولوجية في بداية القرن التاسع عشر في تاريخ الفكر. ويذكر أن برودون هو أبو الفوضوية كونه صاحب الدعوة الأولى إليها، وهو الذي أثر بأفكاره على جميع المذاهب الأنارشية تقريبا. وفي مرافعة سوسيولوجيا الحرية يقيم القائد عبد الله أوجلان بشأن الفوضوية قائلا: إن الحركات الأنارشية القرينة للاشتراكية المشيدة عمرا والتي تعود بجذورها إلى الثورة الفرنسية خليقة بإعادة تقييمها بعد انهيار الاشتراكية المشيدة، أو بالأصح بعد التحامها مع النظام القائم، إذ يدرك اليوم على نحو أفضل أن ممثليها اللامعين برودهون وبكوين وكروبوتيكين لم يكونوا مجحفين كليا بانتقاداتهم التي وجهوها إلى النظام والاشتراكية المشيدة، حيث يلفتون الأنظار باحتلالهم مكانهم الأكثر تطرفا في التضاد مع النظام كحركة لم تتخلف عن انتقاد الرأسمالية، ليس بكونها احتكارا خاصا واحتكار دولة فحسب، بل وباعتبارها حداثة أيضا، ولانتقاداتهم بحق السلطة نصيبها المهم من الواقعية، سواء على الصعيد المعنوي أم على الصعيد السياسي، وللبنى الاجتماعية التي ينحدرون منها تأثيرها البارز على الحركة. تنعكس هذه الحقيقة من خلال ردود الفعل الطبقية التي أبدتها الشرائح الأستقراطية التي نحتتها الرأسمالية عن السلطة، وحرفيو المدينة الذين ساءت أوضاعهم أكثر نسبة للماضي، بينما تتعلق فرديتهم وعجزهم عن إيجاد أرضية منيعة وعن تطوير نظام مضاد ببناهم الاجتماعي عن كثب، إذ يعلمون جيدا ما الذي فعلته الرأسمالية، ولكنهم لا يجزمون بما عليهم فعله. وإذ ما جمعنا آراءهم بإيجاز فسنجد أولا أنهم ينتقدون النظام الرأسمالي من أقصى اليسار، ويدركون على نحو أفضل أن هذا النظام قد بعثر المجتمع الأخلاقي والسياسي، بالتالي فهم لا ينيطون الرأسمالية بدور تقدمي كما هم الماركسيون. أما مقارباتهم من المجتمعات التي شتتها الرأسمالية فهي أكثر إيجابية، إذ لا يعتبرون هذا النوع من المجتمعات رجعيا أو محكوما بالانحلال والتفسخ، بل ينظرون إلى بقائها صامدة على أنه أمر أخلاقي وسياسي. ثانيا، مقارباتهم من السلطة والدولة هي أوسع نطاقا وأكثر واقعية مقارنة مع الماركسيين، فباكوين هو القائل بأن السلطة رذيلة مطلقة. ثالثا، تبصرهم بأن الدولة القومية المركزية سيكون نكبة فاجعة بالنسبة للطبقة العاملة والحركات الشعبية كافة، وأنها ستكيل الضربات القاضية بآمالهم، هي رؤية واقعية. رابعا، قد تبينت صحة آرائهم وانتقاداتهم بنسبة مهمة فيما يتعلق بالبيروقراطية والصنعوية والتمدن، ولآرائهم وانتقاداتهم تلك نصيبها الوافر في سلوكهم الباكر للموقف البيئي والمناهض للفاشية. خامسا، تأكدت صحة انتقاداتهم للاشتراكية المشيدة مع انهيار النظام أنهم أفضل شريحة في تشخيصها الذي مفاده أن ما أنشئ ليس بالاشتراكية بل هو رأسمالية الدولة البيروقراطية. بالرغم من آرائهم الفوضوية وانتقاداتهم المهمة للغاية والتي برهنت على مصداقيتها، إلا أن عجز الحركة الأنارشية عن إحراز الشعبية الجماهيرية وعن الحظي بفرصة التطبيق الأفضل مقارنة بالاشتراكية المشيدة
أمرًا يدعو للتفكير والإمعان. أعتقد أن هذا نابع من نقص وعطب جديين في نظرياتها، وقد أدى نقص تحليلاتهم للمدنية وعجزهم عن صياغة نظام بديل قابل للتطبيق دورًا مهمًا في ذلك، إذ لم يطوروا تحليلات المجتمع التاريخي كفاية، ولم يسوقوا مقترحات الحل كثيرًا، فضلاً على أنهم مشحونون بتأثيرات الفلسفة الوضعية، بحيث من العصيب القول أنهم خرجوا كثيراً عن نطاق علم الاجتماع الأوروبي المحور. أما أهم نقص لديهم فهو برأيي قصورهم في الشروع بفكر ممنهج وبنية منظمة بصدد السياسة الديمقراطية والعصرانية الديمقراطية، أي أن الجهود الحثيثة والحريصة التي بذلوها بشأن إثبات صحة آرائهم وانتقاداتهم بقيت قاصرة على الصعيد المنهجي والتطبيق. وعليه فإن العائق المهم للفوضويين رغم كل آرائهم النظرية حيال شتى أنواع السلطة هو عجزهم عن طرح البديل، والذي يتمثل بالعصرانية الديمقراطية، وعدم تطويرهم خيار الأمة الديمقراطية كبديل بدل الدولة القومية، نقصان جدي وموضوع نقد ذاتي مهم أيضا. ورغم الأثر الإيجابي الذي تركه الأنارشيين، كان يتعين عليهم أن يجيبوا على السؤال: لماذا لم يطوروا إنشاء سليما وممارسة طموحة بشأن النظام؟ أو بالأحرى، هل تمكنوا من تخطي الحياة العصرية التي طالما انتقدوها؟ هل سيتخلون عن نمط الحياة الأوروبية المركزية ويخطون خطاهم صوب عصرانية ديمقراطية كونية حقة؟ بالإمكان الإكثار من التساؤلات والانتقادات الشبيهة فيما يتعلق بهذه الحركة التي أبدت أسمى التضحيات تاريخيا، واحتضنت بين طواياها مفكرين بارزين، واحتلت مكانة مهمة في الجامعة الفكرية بآرائها وانتقاداتها. فالمهم هنا هو أن تكون قادرة بميراثها على لم شملها ضمن نظام مبدئي راسخ قابل للتطوير ومضاد للنظام القائم. هذا ومن المرتقب أن يتناول الفوضويين الممارسة المرحلية بنقد ذاتي بدرجة أكبر نسبة إلى المنادين بالاشتراكية المشيدة، إذ لا يزال احتلالهم المكانة الجديرة بأنهم في الصراع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري والأخلاقي يحافظ على أهميته، كما بالإمكان الفوضويين تجديد أنفسهم وتقديم مساهماتهم الوطيدة في النضالات المتسارعة البارزة بأبعادها الحضارية والثقافية في أرضية الشرق الأوسط. والأنارشية هي من القوى المهمة التي يجب التحالف معها ضمن نشاطات إعادة هيكلية نظام العصرانية الديمقراطية. إلى هنا نصل إلى ختام مصطلحنا لهذا الأسبوع. شكرا على طيب المتابعة. دمتم سالمين.